ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده هنروح جولة مع بعض ان شاء الله قبل ما الشتا دي تخلص. رايحين ان شاء الله سوق العبور مع بعض. حبيت كده اصور لكم المكان. هو ده الاتوبيس اللي احنا خدناه، وانا عشان بيتي قريب من الموقف وكده بتاع المؤسسة فلقيته سهل. فزي ما انتم شايفين كده خدناه ومشي بينا شوية حلوين الصراحة، يعني بتاع ساعة كده او ساعة الا ربع. كانت الدنيا رايقة زي ما انتم شايفين. اول ما جينا المحطة دي عرفنا ان احنا خلاص قربنا. كان حوالي نص ساعة كده. وهنا برضو كان خلاص بياخد الملف عشان ندخل للسوق. كنا تقريبا في بوابة 6 حاجة زي كده، هي دي البوابات. وهنا كنت بوريكم اني جايبة بقى العجلة والجردل، عشان طبعا لو هتشتروا سمك او كده فلازم تاخدوا معاكم جردل علشان الحاجات بتشر، فمش هيرضى حد يركبكم. وهنا كنت بصور لكم المكان من جوه يعني. ده شكل المكان من جوه. احنا طبعا اليوم ده وصلنا متأخر. هنا الحاجات دي اللي هي على الجناب دي المحلات بتاعت السمك، تخشوا بقى تقلبوا وتشوفوا اللي انتوا عايزينه. احنا كدهوت كده جبت العجلة خلاص وركبنا تاني من الموقف. الحاجات اللي انا جبتها يا جماعة مفاجأة مفاجأة بمعنى الكلمة. رخيصة قوي، موجودة في الشتاء بس ما بتظهرش في الصيف كتير. عشان كده قبل ما جو الشتاء ده يتعمل يعني وتخش علينا. ودي الحاجات اللي انا جبتها. بس طبعا لولا الجردل كانت الدنيا كلها اتبهدلت. شايفين الاسود اللي في الارض ده؟ من الاخر جبنا يا جماعة كاليماري. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. طبعا كانت كمية كبيرة جدا حطيتها في الجردل. طبعا عايز يتغسل كويس جدا 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 عشان الحبار اللي كان فيه. انا كنت جايباه يعني مغسول نص غسلة كده، بس طبعا بالنسبة لي ده كأنه ما اتغسلش. وده برضو نوع تاني من الكاليماري، ما شاء الله كبير. رخيص قوي بجد يا جماعة، انتوا مش هتصدقوا الاسعار. دي كانت رجول اخطبوط، مش عارفة اسمه ايه كده، بس هي ديت صوابع اخطبوط. ودوت اشتريناه على اساس ان هو جمبري. نوع من الجمبري، هو نفس الطعم كده بس سبحان الله بس شكله مختلف. اسمه شيكال، حاجة زي الاستاكوزا كده بس نوع تاني طبعا منها. ده برضو جبناها. دي ما كنتش عارفة لسه انضفها. وجبنا برضو سمك تعابين. هنا كنت بوريكم ازاي ان انا انضف سمك التعابين واشيل منه اي زفارة او مزلقة. بنمسك الطرف بتاع السمك التعابين كده من الجناب، وبنروح شايلين القشرة السودة دي. بتتشال معاكم بكل سهولة، بتتاخد كده مرة واحدة، وحتى لو اتقطعت عادي بتكمل. مش ان هي يعني بتتقطع وخلاص تبوظ ولازم تبقى حتة واحدة، لا عادي بتكمل. هي ديت مصدر المزلقة بمعنى اصح. في السمك التعابين. السمك التعابين خفيف ومفهوش شوك يعتبر خالص. سهل اوي في اكله ومقرمش كده وطعمه بصراحة تحفة. هنا كنت برضو بوريكم واحدة تانية. بنشيل الخطين الاسود اللي في الجنب دول، وبعدين عادي بنفتح بقى بطنها عادي بالمقص وبنضفه طبعا كويس جدا. وانصحكم اي سمك لازم يتنضف كويس جدا جدا جدا. بلاش تعملوا زي الناس اللي ما بتنضفش السمك، او في سمك معين ياكلوه بزفرته والقرف ده كله، لا. انا هنا كنت بوريكم، هنا نقلت اللي في الحوض اللي في الجردل سوري. هنا في الحوض بوريكم بقى شكله عامل ازاي طبعا قبل التنظيف. مبهدل خالص. شايفين؟ كان يعني في صغير على كبير على وسط، انا مش عارفه ايه دي العيون بتاعته، في كده حته حبار. وده شكله بعد ما اتنضف. بصوا ما شاء الله. بياخد مجهود بس فعلا يعني يستاهل كطعم تحفه. وهنزلكوا برضو وصفه ان شاء الله ليه في الايام الجايه. كطعم حلو قوي ونضيف قوي قوي. دي كانت طبعا غسله في مصفى كذا مره على بعض. فبنقعد كده نقلب كده تحت المية حبة حلوين. شايفين النظافة والجمال؟ فرق شاسع ما بين اللي قبل واللي بعد. شايفين؟ مفيهوش اي نقطة حبار ولا السواد ولا الحاجات اللي بتبقى موجودة في دي ابدا. ده برضو كان جزء تاني. ما شاء الله كانت الكمية كبيرة. قسمتها طبعا على اكياس صوص كده، وعبيتها شلتها في الفريزر طبعا بعد ما اتغسلت كويس جدا زي ما انتوا شايفين يعني. القطنة ما بتكدبش كده زي ما انتوا شايفين. مغسول كويس جدا 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 جدا، ومنقوع طبعا في ميه وملح، ده اساسي عشان اي زفار او اي حاجه منه تخرج. بجد طعمه تحفه تحفه بمعنى الكلمه. وسهل كده في الآلية بتاعته.
هنا برضو الصوابع دي بتاعة الكاليماري او الاخطبوط، غسلتها برضو كويس جدا. دي يعني بصراحة ما تعبتنيش، عشان شطفتها كام شطفة كده مع بعض وشلت منها الحاجات اللي هي بتبقى مش كويسة دي زي الزفورة او الحاجات دي. بس كده، وده كان الفيديو بتاع النهاردة. نسيت اقول لكم على احلى طاجن روس السمك يا جماعة، قسما بالله روس السمك دي بتتباع هناك رخيصة جدا جدا، الكيلو ب5 جنيه، بس تحفة تحفة تحفة، حقيقي تحفة.